لو كنت خلصتي كل عزومات رمضان احتفظي بقى بالفيديو ده عشان هينفعك في عزومات العيد. هنعمل مع بعض الممبار ويطلع معاكي الرز مفلفل كده وتحفة، ومستحيل يفرقع منك واخد لون ذهبي خطير. النهارده انا عملت الكرشة والممبار. انا عارفة ان الاكلة دي ناس كتيرة جدا بتحبها بس ما بتعرفش تعملها. بعد الفيديو ده هتبقي استاذة وتعرفي تعملي الكرشة والممبار. تعالوا نسمي الله ونصلي على النبي ونشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجة هحضر التسبيكة بتاعة المحشي. فحطيت ربع فنجان من الزيت، وجبت ليا كده قطعتها قطع صغيره، ونزلت بكميه بصل محترمين، ونزلت بفلفل رومي وفلفل حار بيخلي الخلطه بتاعه المحشي طعمها حلو جدا. وبعد كده نزلت بالبهار، كمون وفلفل اسمر، وحطيت ملح وحطيت كزبره ناشفه بتخلي الخلطه طعمها حلو جدا، وبهارات المحشي. وحطيت معلقه كبيره من البابريكا عشان تعزز لي اللون بتاع التسبيكه. بشوح كده البهار بحمصه مع البصل بيدي نكهه حلوه جدا. وبعد كده طبعا جبت الطماطم غسلتها كويس بس ضربتها في الكبه. انا عايزه الطماطم تكون خشنه هي والبصل. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الصلصه عشان اعزز اللون بتاع التسبيكه. وبقلب الكلام ده كله وبسيبها بقى براحتها خالص تتسبك على نار هاديه كده، تتسبك براحتها. هنعرف منين ان التسبيكه اتسبكت؟ هتلاقي الماده الدهنيه طلعت على الوش كده، يبقى كده تمام. شايفين لونها تحفه تحفه تحفه، وريحتها بقى كانت خطيره. بعد كده غسلت الرز سبته يتصفى ونزلت بيه. وهنا بقلب الرز مع التسبيكه وبسيبه كده لمده 5 دقايق. وكده الخلطه بتاعت المحشي بتاعتك مستحيل يكون فيها ميه وتكون صيصه، عشان الرز لو فيه اي ميه موجوده في التسبيكه الرز بيشربها على طول. بفضيه بقى في صينيه وبسيبه كده 10 دقايق يهدى. وبعد كده بنزل بالخضره. معايا خضره مشكله، بحب اكتر الشبت واكتر الكزبره، وبحط ربطه واحده بس بقدونس. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وبصلايه كده مفوضاها من الاول، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر وحطيتها في الاخر خالص بتدي نكهه حلوه. هنركن بقى الخلطة على جنب كده. كل ما تسيبي خلطة المحشي تاخد وتدي كده مع نفسها، كل ما المحشي بتاعك يبقى مميز وطعمه حلو. الكرشة والممبار انا جايباهم متنضفين كده جاهزين من بره، بس غسلتهم كويس جدا بالملح والليمون والخل وخليتهم فل شمعة منورة. جبت الممبار بقى وهنحشيه، وعشان الممبار ما يفرقعش منك ما تملهوش رز كتير، يبقى مهوي كده مش مكبوس رز، والاطراف تبقى فاضية علشان اول ما ينزل في المية السخنة يقفل على طول والرز ما يقعش منه. هنحط حلة على النار فيها مية بتغلي، ولازم المية تكون بتغلي كويس جدا. وبعد كده بنزل بالممبار، وبحط كمان بصل مفروم، وبحط ملح وكمون، وبسيبه يغلي غلوة كده على نار عالية. وبعد كده بنقله بقى على نار متوسطة واسيبه يستوي براحته. ما بنحطش ملح خالص، بنحطه وهو داخل على السوا. هنا الكرش يا ستي جبتها وحطيتها كده على النار من غير ملح ولا بصل ولا ميه ولا اي حاجه، هي بتنزل ميه. بعد كده ما نزلت الميه بتاعتها زي ما انت شايفه، باخدها بقى على الحنفيه اغسلها كويس جدا هي والحله، اخليهم كده فله، وكده انا اتخلصت من اي ريحه زفاره. برجعها تاني على النار وبحط بصل مفروم، بحط كمون، بحط ملح فلفل اسمر، اشوحهم مع بعض. 4 كوبايات كده من ميه واسويها 70%. هنا هحضر الصلصه بتاعت الكرشه. فحطيت معلقتين كبار من الزيت، وحطيت بصل مفروم، وحطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم، وملح وكمون وفلفل اسمر. وهقلب البصل والثوم لحد ما يصفروا كده. وبعد كده بنزل بعصير طماطم بتاع كيلو طماطم كده، وبنزل بكوبايتين من الميه واسيبها تتصلصل. بعد ما اتصلصلت بظبط طبعا الملح بتاعها، وبنزل بالكرشه. انتوا شايفين الكرشه قشطه كده فله، ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص. اسيبها بقى تكمل السوا بتاعتها. وكان هنا الممبار ما شاء الله تبارك الله استوى وتحفه التحفه، ولا فك ولا كش ولا اي حاجه، خطير ولا فرقع كمان. بصفيه كده وبطلعه، وكده ما شاء الله تبارك الله زي ما انتوا شايفين خطير. تعالوا بقى نقلي الممبار علشان يديكي لون الذهبي الخطير. لازم الزيت يكون كتير، ولو انت مش حابه ان انت تقليه بزيت ممكن تجيبي صينيه وبتدهنيها زيت بسيط كده، وتدهني الممبار زيت وتدخليه الفرن، بيبقى ذهبي وجميل جدا. شايفين ما شاء الله تحفه، مفلفل وخطير. شايفين خطير، تحفه جميل جدا. جربيه، انا واثقه ان شاء الله ان هو هيعجبك جدا جدا جدا. والكرشه بقى ما اقولكمش عليها رهيبه تحفه. وطبعا كنت عامله لهم كنافه. الكنافه دي انا نزلتها لكم، وده كان فطار بتاعنا. شايفين الكرشه بتاعتنا عامله ازاي خطيره. جربوا بقى الاكل ده وان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش لايك وشير ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.